اليوم، وبعد أن أنهينا في الحلقة السابقة انهيار عهد المماليك ودخول العثمانيين مصر، ننتقل إلى 50 سنة الثانية من الحكم العثماني في مصر، لنعيش معا تفاصيل الفترة التي امتدت من منتصف القرن ال17، حيث بدأ نظام الولاة يستقر نسبيا. وبينما تثبت السجلات الرسمية وجود نظام منضبط، كان الواقع على الأرض مختلفا بالكلية. الصراعات السياسية ونفوذ المماليك. منذ منتصف القرن ال17 ظلت مصر تابعة للدولة العثمانية بصورة رسمية، ترسل اسطنبول الوالي تلو الآخر، كل منهم يحمل تعليمات واضحة: ضبط الضرائب، حماية طرق التجارة، ومنع المماليك من إعادة بناء سلطتهم. ولكن الواقع كان مخالفا لكل ذلك، فقد كان للمماليك جذور عميقة في المجتمع، يملكون الثروة والفرسان والسلاح والنفوذ بين الناس. وقد ذكر الجبرتي: لا يزال المماليك أهل قوة في البلاد على الرغم من سقوط دولتهم، وهم أصحاب المال والرجال والنفوذ. هذا الواقع صنع علاقة ملتبسة بين الوالي والمماليك، مرة صراعا محتدا، ومرة توافقا هشا تشده الأطماع وترخيه الحاجة. انهيار الاقتصاد وتغيير موازين التجارة. كانت مصر تعيش في تلك العقود تحولات اقتصادية عنيفة. العالم الخارجي تغير، فطرق التجارة الجديدة التي اكتشفت حول إفريقيا جعلت البحر الأحمر ومصر يفقدان أهميتهما التجارية شيئا فشيئا. ومع انخفاض العائدات بدأ العبء يقع على الفلاحين والتجار، ارتفعت الضرائب وتوسع نظام الالتزام، فأصبح رجل واحد قادرا على الحصول على حق جمع ضرائب قرية كاملة، وهو ما خلق حالة واسعة من الظلم والفقر. وقد سجلت المصادر أن القرى في الوجه البحري والقبلي شهدت موجات نزوح وخراب بسبب عجز الناس عن دفع الضرائب. وكان السؤال الذي يدور في أذهان المصريين آنذاك بسيطا ومخيفا في نفس الوقت: من يتحمل المسؤولية؟ الوالي المرسل من اسطنبول أم المماليك الذين يسيطرون على الأرض؟ كوارث: الزلزال، الطاعون. عام 1550 تعرضت القاهرة لزلزال كبير، انهارت فيه منازل وتصدعت المساجد وسقط المئات من الضحايا. لم تكد المدينة تلتقط أنفاسها حتى اجتاحها الطاعون الذي ترك الأزقة خالية إلا من أصوات النواحي. وسط كل هذا، أين كان الحكم؟ وأين كان الوالي؟ ومن كان يدير البلاد فعلا؟ لقد تركت هذه الكوارث أثرا عميقا في المجتمع، وزادت من الحالة الضعيفة التي كانت تعاني منها مصر أصلا. في زمن تنازعت فيه السلطة بين أمراء متنافسين، برز اسم شاب شركسي صاعد، إنه علي بك الكبير. بدأ مملوكا صغيرا، ثم تقدم بشجاعته وحسن درايته بموازين القوى، حتى ارتقى مراتب المماليك وجمع الحلفاء وثبت نفوذه في داخل البلاد. غير أن طموحه لم يقف عند حدود السطوة، بل تعداها إلى رؤية أكبر، رؤية مصر مستقلة عن السلطنة العثمانية. ومع انشغال الدولة العثمانية بصراعاتها الداخلية، اقتنص علي بك الفرصة، فأعاد تنظيم الجيش وأمسك بموارد البلاد، وأزاح خصومه واحدا تلو الآخر. ثم جاءت اللحظة الحاسمة، إذ أعلن علي بك الكبير استقلال مصر، وضرب النقود باسمه، وبعث جيوشه إلى الحجاز والشام. ولأول مرة منذ قرون بدت مصر وكأنها تستعيد هيبتها وتحاول صنع قدرها السياسي بأيديها. ولكن كل قوة تستجلب خصوما، فلم يرضى المماليك بنفوذه، ولم تتقبل السلطنة هذا التمرد، وبدأت العاصفة تتقدم ببطء. وفي خضم هذه التوترات برز اسم آخر سيكون له دور مفصلي في المشهد، إنه محمد بك أبو الذهب. كان محمد بك أبو الذهب أقرب تلميذ إلى علي بك وأكثرهم قربا وولاء في الظاهر،
فقد رباه علي بك ومنحه المناصب، وأوكل إليه قيادة أهم جيوشه، وجعله ساعده العسكري الأقوى. وعندما بعثه علي بك للسيطرة على الشام، ظهر للجميع أن الرجلين يعملان كجناحين لمشروع واحد، مصرا قوية مستقلة. وقد نجح أبو الذهب في دخول غزة ثم يافا، وبدأ يتوغل نحو دمشق، وتوهج اسمه بين الجنود. ولكن السلطنة العثمانية التي تابعت خطر مصر المستقلة عملت على استمالة محمد بك، وعرضت عليه ولاية مصر باسم السلطان. هناك بدأ الضعف يدب في القلب، وتزايد الإغراء، وبالتدريج تحول الولاء الذي حمله لأستاذه إلى طمع في السلطة. ففي رواية المؤرخ الجبرتي قال: إنه انخذل محمد بك ومال إلى العثمانيين، وترك أستاذه في وحدته. ومع اقتراب جيوش علي بك من دمشق، كان تلميذه الأقرب يتآمر في الخفاء، ويراسل اسطنبول، ويهيئ الخيانة. ولما عاد أبو الذهب بجيش كبير إلى مصر، لم يعد لينصر أستاذه، بل ليسقطه. واندلع القتال بين الرجلين في منطقة الصالحية، وكانت هذه المواجهة من أكثر لحظات التاريخ المصري مرارة. فقد خسر علي بك قواته، وجرح جراحا بالغة، وسقط مشروعه في اللحظة التي كادت مصر أن تستعيد فيها مجدها. وبسقوطه عادت مصر مجددا تحت النفوذ العثماني، وبدأت دوامة صراع المماليك والولاة في الثوران. أما أبو الذهب فلم يلبث طويلا بعد هذا الانتصار، فقد مات بعده بفترات قليلة، وكأن التاريخ أبى أن يجعل للخيانة ثمرة. وهكذا انطوى فصل من أخطر فصول القرن 18 ليمهد الطريق لزلزال جديد سيهز مصر: الحملة الفرنسية. عام 1798 كان نابليون بونابرت يرى أن السيطرة على مصر ليست مجرد انتصار سريع، بل ضربة مباشرة لبريطانيا ولطرق التجارة العالمية. الدولة العثمانية لم تعد قادرة على حماية ولاياتها، والمماليك يملكون الشجاعة، لكنهم لا يملكون العلم ولا التكنولوجيا ولا جيشا قادرا على الصمود أمام أوروبا الحديثة. وفي تلك اللحظة تحرك الأسطول الفرنسي من طولون، آلاف الجنود وأحدث المدافع والعلماء والخرائط والمعدات العلمية. لم تكن مصر تعرف أن أياما قليلة فقط تفصلها عن صدمة ستغير مصيرها بالكامل. نهاية المرحلة وبداية فصل جديد. وهكذا من صراعات داخلية وانقسامات بين المماليك والولاة وكوارث طبيعية وانهيار اقتصادي، إلى صعود مشروع استقلالي فريد ثم سقوطه، كانت مصر تتجه ببطء نحو لحظة فاصلة، لحظة ستغير ملامح الشرق كله وتفتح صفحة جديدة من الوعي والتحديث والصراع. ولماذا جاءت الحملة الفرنسية بالتحديد في هذا الوقت؟ ولماذا اختار نابليون مصر دون غيرها؟ وكيف تعامل المصريون مع صدمة الاحتلال؟ كل هذا نكمله في الحلقة القادمة. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وانتظرونا.